عد بقى معايا في الفيديو ده، انت خدت معايا كام حاجة؟ ده واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، 12 حاجة انت خدتهم معايا في الفيديو ده، وبطريقة سهلة جدا ما خدوش مننا أي وقت. ازيكم يا أصحابي؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رجعت لكم في فيديو جديد. معانا النهاردة سكنات جامدة جدا هنجيبها بطريقة سهلة جدا، الموضوع مش هياخد مننا وقت. بس حابب قبل ما نبدأ الفيديو تشجعني وتنزل تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان أول ما أجي أنزل فيديو الفيديو ما يفوتكش، عشان حرفيا أي فيديو أنا بنزله انت هتكون طالع مستفاد منه. دي حاجة. تانية حاجة، موضوع المسابقة اللي أنا بتكلم فيها في كل فيديو. طبعا يا جماعة أنا عامل مسابقة على 500 روبوكس، هختاروا خمسة من عندنا في القناة، كل واحد فيهم هكسبه 100 روبوكس. وعايز أقول لكم إن أنا كنت عامل مسابقة قبل كده، وعايز أقول لكم إن أنا كنت شغال على قناة تانية، والقناة التانية دي كنت عامل فيها مسابقة على 1000 روبوكس، وكنت مختار 10 من عندي في القناة وكسبت كل واحد فيهم 100 روبوكس. طبعا عشان القناة دي لسه جديدة، فانا عامل مسابقه صغيره كده على 500 روبوكس، وان شاء الله هبقى اعلى بالروبوكس ال 1000 روبوكس و2000 روبوكس، وهبقى اوزع جوائز اكتر من كده بكتير. بس كده يا جماعه، يلا نروح على المبات اللي هتدينا السكنات الجامده، وهسيب لكم اسامي المبات دي اسفل الفيديو. هو ده الماب يا جماعه، هنخش هنا علشان ناخد السكن. حرفيا احنا مش هنعمل اي حاجه، اول ما نخش الماب احنا هناخد السكن على طول. زي ما انتم شايفين ظهر لي تحت اهو ان انا خدت السكن، وحرفيا انا ما عملتش اي حاجه. وهو ده الماب، لو انتوا حابين تلعبوه او تجربوه فيه. انا شخصيا ما اعرفش الماب اصلا بيتكلم عن ايه، فلو انتوا حبيتوا ان انتوا تلعبوه عادي، فممكن نروح دلوقتي على الافاتار نشوف احنا خدنا ايه من الماب ده. احنا دلوقتي على الافاتار، فاحنا هنعمل ريفرش هنشوف احنا خدنا ايه. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، احنا خدنا سكن جامد جدا، فاحنا ممكن نخلي كل واحدة بصفحة لوحدها علشان نشوف احنا خدنا ايه. خدنا حرفيا حاجات بالهبل، مجرد ان انا دخلت ماب واحد بس. ثواني يا جماعة يحمل بس. هي دي يا جماعة شكلها جامد جدا، هو سكن كامل على فكرة. شكلها جامدة جدا هي دي كمان. معانا ايه اللي بعده؟ البنطلون الرايق ده. ومعانا دي كمان، والبنطلون بتاعه. ايه تاني؟ الشكل ده برضو جامد جدا، والبنطلون بتاعه. البنطلون ده، واكيد الشكل التيشيرت بتاعه. بس كده يا جماعة، يعني زي ما انتم شايفين احنا خدنا ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. فدي حاجة جامدة أوي إن احنا ناخد كل ده مجرد إن احنا نخش على ماب بس. فأنا حرفيا أنا مش تعبك في حاجة، وبجيب لك أحسن السكنات مع أسهل الطرق. فاحنا معانا سكن برضو كده ممكن نروح نجيبه من عن طريق ماب كده معين، بس دي هنعمل فيها مهمة، فتابع الفيديو الآخر عشان تعرف ازاي تجيب السكن اللي أنا هجيبه ده، وهيكون شكله جامد برضو يعني. هو ده الماب يا جماعة، فاحنا هنخش هنا كده. المهم مش تاخد مننا اي وقت يعني، ممكن دقيقتين تلاتة بالكتير. وحرفيا احنا مش بنعمل المهم، احنا بنقعد نعدي شوية حاجات كده، الموضوع مش لغز يعني. فاحنا نخش المبنى اللي في وشك ده كده، وبعدين هنيجي هنا كده وندخل جوه. هنلاقي نفسنا دخلنا في زي مكعبات كده، نكون محتاجين ان احنا نعدي الحاجات دي ونخش الباب ده. فيلا بينا نعدي. طبعا الحتة هنا مقفولة، فاحنا هنضطرين ان احنا ننط كده وناخد اللفة دي عشان نخش الباب. فطبعا دي مش هتجيبنا، احنا نخش من هنا كده. طبعا ظهر لي تحت ان انا خدت حاجة، بس الاغلب انا ما خدتش حاجة يعني. لازم نعدي. اه انا وقعت. لا. عديت اخيرا الحتة دي. تعال نخش بقى على الباب اللي بعده ده. هنعدي برضه لسه شوية حاجات. الموضوع سهل، مش هياخد مننا وقت. هنيجي هنا كده،
محتاج ان احنا نعدي دول كده برضه. على فكرة يا جماعة خد بالكم لان البتاعة دي بتتحرك لما بنقف عليها. اديني مفيش. شفتوا بتتحرك ازاي يا جماعة؟ نط هنا. انا دلوقتي لو عديت كل ده وبعدين وقعت هتبقى رخمة. بعد ما وقعت جيت هنا تاني اهو. يلا يلا يلا. ماشي بقى لنا الحتة الصغيرة دي. على فكرة هنطلع هنا وهننط هننزل عند الباب ده عشان ده الباب اللي بعده. يجي هنا المفروض ننزل هنا بقى. بس خش بقى على الباب ده. دي هتكون آخر حتة هنعديها. وبعد ما نعديها هنوصل للسكن هيكون فوق خالص كده زي ما انتوا شايفين في المكان اللي بينور فوق ده. اه شكلها صعبة. انا خايف اعدي. ماشي. استنى دي. ايه تاني؟ بجد يا جماعة انا لو وقعت هتبقى كارثة. لسه بقول انا وقعت هتبقى كارثة. ماشي طب كويس ان هو ما رجعنيش في الاول خالص. يا كويس والله. فكرته هيرجعني في الاول خالص فكنت هحبط بصراحة. ادي وقعت تاني. انا قدامي واحد عدي يا عم هيتوقعني. ياه. انا بعمل كده ليه؟ نختار اليمين ولا الشمال؟ ماشي. اختار دي. بعدين دي عشان المرة اللي فاتت وقعت. بس انا كده وصلت. شايفين البتاع اللي بتنور دي؟ هي دي اللي هناخدها. يلا نط. بس كده يا جماعة المفروض ان ظهر لي تحت اهو ان انا خدتها. فاحنا هنروح على الافاتار نشوف شكلها. بس هي مش باينة بصراحة وهي بتنور. فاحنا هنروح على الافاتار ونشوف احنا خدنا ايه. يلا بينا. واحنا دلوقتي على الافاتار الجميل بتاعنا والحاجات اللي احنا لسه واخدينها قدامكم اهي. هنيجي عند الافاتار هنعمل ريفرش للصفحة ونشوف ايه اللي ظهر لنا. زي ما انتوا شايفين يا جماعة شوفوا انا خدت كام حاجة. واحد اتنين تلاتة زي ما انتوا شايفين اصلا. دي كانت اخر حاجة عندي. الحاجات دي كلها الطقم ده كله احنا واخدينه النهاردة. شوفوا يا جماعة احنا واخدين كام حاجة النهاردة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر 12 حاجة. احنا برضو هناخد كل حاجة من دول في صفحة لوحدها عشان نشوف احنا خدنا ايه في الفيديو ده. هي دي يا جماعة. يعني دي بتحط في الظهر كده شكلها زي الفل. شكلها جامد جدا يعني. ونروح على الحاجة اللي بعدها. هي دي. دي طاقية يا جماعة شكلها حلو. ومعانا دي كمان. طاقية برضو شكلها حلو. فبس كده يا جماعة الفيديو خلص واتمنى يكون الفيديو عجبكم. الحاجات اللي انا جبتها لكم دي عجبتكم والموضوع ما خدش مننا حرفيا وقت زي ما انتم شايفين. طبعا هسيب لكم لينك السيرفر بتاع الديسكورد بتاعي انزل عليه حاجات جامده برضو. وممكن هبقى اعمل عليه جيف اواي بس لما يبقى عليه عدد. هعمل عليه جيف اواي على روبوكس بس لما يكون في عدد بس. بس طبعا حاليا المسابقه اللي موجوده هتكون على القناه عادي. مش شرط ان انت تخش سيرفر الديسكورد. بس انا بقول الفتره اللي جايه دي هعمل جيف اواي على الناس اللي في الديسكورد بس. وطبعا زي ما بقول لكم المسابقه هتكون على 500 روبوكس. اختار منكم خمسه كل واحد فيكم هيكسب 100 روبوكس. بس انا مستني بس اوصل ل 1000 مشترك. واول ما اوصل ل 1000 مشترك هعلن الكسبان على طول. بس كده يا جماعه الفيديو خلص واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ويلا يا جماعه مع السلامه.